السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم 13 أبريل 2026. فضلا لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب وكذلك بالاشتراك تشجيعا لنا لتقديم المزيد إن شاء الله. قارات مسيرة تستهدف سوق الجمارك غربي الجنينة وتوقي ضحايا مدنيين. تغييرات واسعة تطال مكاتب رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش. مستشار حميتي يحاجم المنسقين بعد انضمام قيادي بارز للجيش السوداني. صمود يبدأ اجتماعاته التحضيرية في أديس أبابا قبل مؤتمر السودان ببرلين. مصر تبحث تحضيرات مؤتمر برلين حول السودان. سقوط مدنيين بينهم طفلان في ضربة استهدفت سوق الدلنجة. غرب السودان حميتي يصدر قرارا بتعيين رئيس القضاء ونائبه. قصف مدفعي متواصل على الدلنج لليوم الثالث وإغلاق الأسواق بجنوب كردفان. السودان يتحرك دبلوماسيا قبل مؤتمر برلين. البرهان يجري تعديلات جديدة في مكاتبه بالقصر الجمهوري والقيادة العامة. إحالة قائد متحركات سنار اللواء الغزافي إلى التقاعد. عقب الغارة الأخيرة حظر أجهزة ستارلينك في كتم بالتزامن مع مداهمات واعتقالات. معلومات متداولة تثير جدلا جديدا في قضية محاكمة الدكتور أحمد شافي في دونغولا. تقرير غربي: رئيس وزراء سوداني يتعهد بفشل تام لمؤتمر برلين. شيخ كدباس يحذر من محتوى رقمي يثير الانقسام في السودان. تصعيد خطير في جنوب كردفان، تدوين على سوق الدلن يوقي ضحايا. البرهان يتعهد بترقية وإحالات جديدة في صفوف الجيش السوداني. قائد الفرقة الرابعة: لن نعيد السلاح للمخازن قبل حسم المعارك في النيل الأزرق. عناوين محلية: مجلس الصحوة الثوري ينعي الشيخ الطيب الجد العباس. بدأ الدورة التدريبية لحجج ولاية القضارف. توجيه بتطبيق إيجار المثل في جميع العقارات الحكومية المؤجرة لمؤسسات أو أفراد. ولي سنار يطلع على مشروعات اتحاد عمال الولاية. والجزيرة يدشن مبادرة ترحيل طلاب الشهادة السودانية بالولاية. أمينة الشؤون الاجتماعية بالشمالية تؤكد الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. مجلس السيادة ينعي الخليفة الشيخ الطيب الجن خليفة الشيخ ود بدر. عناوين اقتصادية: فضلا لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب وكذلك بالاشتراك تشجيعا لنا لتقديم المزيد. بدأ المرحلة الثانية من استبدال العملة من فئة آلاف و500 جنيه بالخرطوم. بنك السودان المركزي يبدأ استبدال العملة في 3 ولايات. قرار رسمي بقطع خدمة الإنترنت لساعات يومية في السودان. إعلان مهم من الأسواق. القضارف حول بيع مخزون الذرة. قرار مرتقب بقطع خدمة الإنترنت في السودان. زيادة مرتبات أساتذة الجامعات تدخل حيز التنفيذ وسط رفض النقابات. زيادات ضريبية جديدة تهدد بارتفاع أسعار السلع في السودان. تحذيرات من غفزة جنونية في أسعار السلع في السودان. بنك عبد الرحمن الوطني يعيد تشغيل نافذة في سوق عبد الرحمن. اكتمال 80% من حصاد القمح في مشروع الجزيرة. بنك الخرطوم يعلن عن خدمة دفع مهمة للعملاء عبر تطبيق بنكك. ذروة تاريخية: سعر الدولار في السودان الأحد 12 أبريل 2026. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء. سعر الدولار الأحد 12 أبريل 2026 في السودان. أسعار العملات مقابل الجنيه من البنوك: غربة ونزوح، غموض يلف مصير أسرة سودانية مفقودة منذ 23 مارس. اكتمال الاستعدادات لانطلاق